السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله على اصحاب البرج القوس السعادة والهنا والفرح بامر الله. اصحاب برج القوس بهنيكم وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي على اعيادكم السعيدة. ان شاء الله تكون سنة جديدة من تغيير الحال وتغيير اي شيء مريت بيه ما كانش كويس في حياتك، وإن شاء الله بأمر الله اللي جاي أحسن وأحسن بكتير بأمر الله تعالى. كل سنة وكل أصحابنا وأخواتنا أصحاب برج القوس بخير وسعادة وأمل بأمر الله. كل واحد بقى يبقى يكتب لنا كده هو يعني عيد ميلاده دوت، مين اللي قضى معاه وراح فين وجا منين يعني. خلوا كده حياتكم حياة برج القوس بتبقى مع ناس بتحبوها، مع حتى يعني في تعليقات كتير بتيجي، كومنتات كتير بتيجي، بلاقي ان في تفاعل مع اشخاص تانية، يعني في اشخاص بترد عليكم وانتم يعني بقى في يعني جروب حلو كده. عايزة افرحكم برضو بحاجة هقولها لكم. ان شاء الله هعمل لايف بامر الله قريب جدا بامر الله. هيبقى اول لايف يعني على القناة هنا، واتمنى بقى التفاعل بقى وتبقوا كده يعني ايه مستعدين بقى لللايف بتاع برج القوس وحبيبتكم ميمي. والنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات. اتمنى من رب العالمين انها تكون توقعات خفيفة وفي نفس الوقت ايجابية بامر الله. هنسمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، متنسوش اللايك يا حبايبي، واللي لسه اول مره بيشوف القناه يبتدي ان هو يشترك فيها عشان قناتكم الحبيبه تكبر، وهتكبر بيكم بامر الله. في حب بيراودك في احلامك، حب بيراود اصحاب برج القوس في احلامهم. الحب ده بتلاقي نفسك فيه، الحب ده بتتمنى ان انت تفتح عينك وتلاقي ان الدنيا فعلا هي كده، مش مجرد ان هو حلم او رؤية او حاجة من دي. بس الحب اللي بيراودك في احلامك في حد من زمن بعيد، ممكن كان موجود في حياتك، ممكن خرج من حياتك، او ممكن انت كنت مقابله في حياتك بس ما حصلش بينكم يعني فترة أو يعني وقت. الحلم اللي بيراودك دوت في أحلامك عن الحب، دي بداية إن شاء الله لحب جديد في حياتك هيملى عليك حياتك كلها بأمر الله. في ناس كانت بتستفيد منك، يعني بتستفيد من وراك في شيء، كانوا يعني آم، بيستفادوا بمال، بيستفادوا يعني حاجة انت ما كنتش تعرف بيها بس عرفتها او خلاص هتعرفها. هتبتدي ان انت بقى ايه تشوف مستحقاتك ومين اللي خد كذا ومين اللي عمل كذا. هتبتدي ان انت تبص لحالك ومالك والكلام ده كله. عندك ان شاء الله مكافأة بأمر الله، عندك مكافأة في العمل، مكافأة حلوة ان شاء الله جاية لك بأمر الله تعالى. في كمان مشروع هيتوافق عليه، يعني مشروع انت عرضته عن حد على حد او اتكلمت فيه مع حد مهم يعني في العمل، ان شاء الله هيجيلك موافقة عليه بأمر الله، هيجيلك موافقة ان شاء الله. كمان النهاردة عندك أشخاص يعني انت هتلاقي نفسك معاهم بقى، وهتلاقي نفسك انت بقالك فترة ما شفتهمش، تبتدي ان انت تضحك معاهم وتفرح معاهم، وتبتدي ان انت تخرج من حالة حزن كده كانت مسيطرة عليك شوية الفترة دي. هتلاقي نفسك ان انت بتضحك فعلا من قلبك، هتخرج كل اللي في قلبك كده وتضحك وتبقى عندك يعني دور فكاهة كده معاهم. هتحس بفرحة. كمان انت يعني الناس ديت برضو مش انت مش بتبخل عليهم بحاجة، يعني الناس اللي انت تقعد معاهم دي مش بتبخل عليهم بحاجة، بتحبهم حتى لو انت ما شفتش حاجة من حد يعني معنوية او مادية او كلام من ده، انت عمرك ما دورت على الشيء ده. انت بتدي، ما تستناش ان انت تاخد. جاي لكم ان شاء الله مبلغ كبير بأمر الله تعالى، مبلغ حلو جدا جدا، مبلغ حلو. المبلغ دوت فيه
في ارقام يا جماعة. طب عايزين نشوف الارقام، عايزين نعرف ايه الارقام اللي ممكن تيجي في المبلغ دوت. ركزوا معايا كده وحدوا الله. بصوا يا حبايبي، عندنا ظهر 9 8 6 6 3 3. التلاتة عندنا متكررة كتير، وعندنا رقم 5. وطبعا هتقولوا احنا مش عايزين رقم مقفول، بس الرقم المقفول دوت بتاع الحظ. الرقم المقفول ده للحظ. المبلغ دوت هيوصلك يعني خبر عنه في الهاتف بتاعك. بعد كده هيجيلك يبقى في ايديك كده يعني. في مشاجرة مع 3 أشخاص، في مشاجرة هتحصل مع 3 أشخاص. خلي أعصابك دايما تبقى محفوظة. يعني اللي قدامك ده عارف انت بتعمل ايه على فكرة، وعارف بيستفزك ازاي، وعارف نقطة ضعفك ايه وهو بيكلمك. فهو أول ما يقول لك كلمتين 3 كده انت عارفهم طبعا. هو عارف ان انت بعدها خلاص بتفقد اعصابك، ولكن المرة دي بالذات ما تمكنوش من كده. خليه يسمعك الكلمتين دولت، خليه يقولك نبذة عن شيء بيزعلك، ولكن خليك انت لأول مرة اعصابك في تلاجة. ما تردش، ما اعتبر نفسك ما سمعتش اصلا. هتلاقي اللي قدامك ده يعني بصوا اترمى على الارض كده. خليك دايما أنيق زي ما انت. ما تخليش اي شيء في حياتك يأثر عليك. انت طبعا نفسية مأثرة عليك. كنت بتعمل دايت وقفت. حاجات كتيرة مأثرة في حياتك الفترة دي. بس خليك زي ما انت أنيق، علشان ناس كتير جدا يا جماعة مش بتحب أصحاب برج القوس زي ما هي كده أنيقة ومميزة في شكلها وفي كلامها وفي ضحكتها. في ناس كتير بتتعب من الكلام ده، مش عايزاكم كده، ولكن انتوا لازم تبقوا كده، لأن انتم كده. دي الشخصية بتاعتكم. مهما كان مفيش أي حاجة إن شاء الله تأثر فيكم. في عندك بداية جديدة في حياتك إن شاء الله. هتتعرف على شخص جديد في حياتك. وهتلاقي الشخص ده بيكملك. يعني زي ما بقول كده ايه، النص التاني بيكملك في حاجات كتير جدا. عندك كمان سفر معاه، مع الشخص اللي انت هتتعرف عليه ده. في صلح، عندك في صلح، في تغيير مكان، في تغيير مكان للعمل. يمكن برضو يكون بالسفر. فالحاجات دي كلها هتبقى متتالية ورا بعضيها. يعني هتقول في ايه، يعني في ايه، ايه اللي بيحصل ده كله ورا بعضه كده، سبحان الله يعني. بس عندكم الايام ديت في وجع يا جماعة في العظام، مؤثر عليك جدا. وعندك كمان وجع في الاسنان، يعني عندك في العظام وفي الاسنان. فيا ريت ما تهملوش في نفسكم، لان انتوا مهملين في نفسكم. بتحبوا كل حد جنبكم. انت عامل ايه؟ طب تعالى اوديك للدكتور. طب وانت اخر حد اصلا تفكر في نفسك. انت اخر حد تفكر في نفسك، وده طبعا غلط. انك انت اهملت في نفسك كتير جدا جدا، وفي حياتك وفي شخصيتك وفي كل شيء. بتبقى عاوز الحاجة، بعدين تلاقي حد تاني محتاجها، بتروح طبعا تديهاله. وانت ما بتفكرش طبعا في نفسك خالص. بس طبعا ده غلط. لازم اصحاب برج القوس يبقى عندهم تفكير في حياتهم. تفكير في حياتهم، مش في حياة الآخرين. بقول لك ماشي حياة الآخرين وكل حاجة، وما تبقاش أناني وكل حاجة. أصلا برج القوس مش أناني خالص، ولكن أناني مع نفسه. أناني مع نفسه. فعايزاكم تبصوا للحياة بشكل تاني خالص. في أمور حلوة هتفرحكم. في خبر عن تأخير حمل في خبر عن تأخير حمل ده هيجيلكم. اللي هو هيبقى فيه حمل إن شاء الله، حمل جديد، مولود جديد. حاجة هتفرحكم بأمر الله تعالى. بشكر كل الناس اللي بعتت لي وبتقول لي ما عملتيش فيديو ليه. وكومنتات برضو الجميلة بتاعتكم. في ناس كتير زعلانة عشان انا مش بقول اسمها. والله انا
الاسماء كتير يا جماعه، متزعلوش مني خالص. في حد كان اسمه ام احمد، بس مش عارفه ام احمد ديت كانت قايله ان هي منين يا ربي. كانت زعلانه جدا جدا عشان بتقولي انا كل شويه بقول لك اسمي وكده ما بتقوليش. ما انا نفسي ان انت تقولي، بس والله يا حبيبتي انا كتر الاسماء كتير وناس كتير، فاعذريني يا حبيبه قلبي. انا بحبكم والله كلكم، اتمنى لكم كل الخير وكل السعاده. متنسوش اللايك يا حبايبي.